السلام عليكم. دفعت مبلغ مش أقل من 30,000 جنيه ورحت جبت لابتوب جيمنج. أنا مش جاي أقطم فيك عشان اشتريته، أنا جاي أقول لك إن في 5 حاجات غلط ممكن تكون بتعملهم مع اللابتوب بتاعك وأنت مش واخد بالك. بس ما تنساش الأول تعمل اللايك المتين وتدخل تعمل سبسكرايب لو أنت مش عامل، علشان في حاجات مميزة هتشوفها الفترة الجاية. اول غلطه بتلعب على البطاريه، ودي اكبر جريمه ممكن تعملها في حق اللابتوب بتاعك، انك تلعب على البطاريه. بطاريه اللابتوب الجيمنج مش للجيمنج خالص، بل معموله علشان تستخدمها الاستخدام العادي زي البراوزنج والميديا والكلام ده. يعني من الاخر ما ينفعش تروح تلعب على البطاريه او تعمل عليها مونتاج، لان الاستخدامات دي بتحتاج باور اعلى من الباور اللي داخل من البطاريه. وده طبعا بيدخل للجهاز من خلال الباور بريك اللي بيتوصل بيه اللابتوب مش البطارية. ما هو بالمنطق برضو ما ينفعش ان لابتوب جيمنج معاه شاحن 280 واط هيديك نفس الاداء بتاع بطارية 65 واط. ده غير اصلا انها هتموت بعد نص ساعة بالكتير لو فكرت تلعب عليه. تاني غلطة، ما بتنضفش الجهاز. مشكلة اللابات إن هي صغيرة على عكس الديسكتوب، ممكن تسيب كيستك 6 شهور من غير ما تنضفها وما يحصلهاش حاجة، بس لو سبت اللابتوب بتاعك نفس الوقت ده هتلاقيه بيولع من التراب. مشكلة التراب إنه بيقعد فوق المراوح وبيغطي فتحات التهوية، فلازم يتنضف كل 6 شهور على الأقل. يعني افتح الجهاز كده وروق عليه، ولو مش هتعرف تعمل دوت ما تجازفش، ويا ريت لو توديه محل ده هيكون أفضل. وبلاش البلار مع اللاب خالص، لأن ده هيدخلك التراب جوه أكتر وأنت محتاج تعمل العكس. يعني جيب فرشة كده وحاول تطلع التراب بالراحة. تالت غلطة، ما بتغيرش المعجون. يعني طحن الجهاز مونتاج وألعاب ومع ذلك ما بتغيرش المعجون. لو انت بتشتغل كتير او بتلعب كتير، مع مرور الوقت السيرمال بيست بينشف، وده طبعا بيعلي درجة حرارة الجهاز، وبالتالي المكونات الداخلية بتتأثر وعمرها الافتراضي بيقل. فطبعا لازم تحدد وقت عشان تغيره على حسب ضغطك على الجهاز. رابع غلطة، مكان اللابتوب. اللابتوب مش هيديك الأداء اللي انت عايزه وهو مخنوق في مكان اللابتوب. ده نقطة مهمة جدا، بلاش تحطه على البطانية أو على السرير أو على رجلك، لانك كده هتسد الاماكن اللي بيخرج منها الهواء السخن. تاني نقطة ودي مهمة جدا، علشان غالبا انت هتحط اللابتوب على مكتب، فبلاش بالله عليك تلزق اللابتوب في الحيطة. يعني سنتره كده في نص المكتب علشان الهواء السخن يطلع منه. ويا سلام لو جبت الكولينج ستاند اللي بيكون فيه مراوح من تحت، كده انت طولت عمر الجهاز. خامس غلطة، قفل اللابتوب وهو لسه سخن. موضوع انك تقفل اللابتوب وهو مولع وتعينه في الشنطة ده ما ينفعش، درجة الحرارة بتتحبس جوه الجهاز، وطبعا ده هيقلل عمره الافتراضي. ده غير انه ممكن يأثر على الشاشة. فاهدى شوية وسيب اللابتوب شغال بعد ما تخلص لعب عشان المراوح تبرد. وبس كده، واسف لو طولت عليكم. ولو عجبك الفيديو وعايز تشوف فيديوهات من دي تاني، اعمل لايك وقول لي رأيك في الكومنتات. سلام.